انت تخوض التجربه دي وتخشه؟ انا من اخر سنه اهو بقول لك طبعا جدا. انا لو الزمن رجع بيا 10 مرات برضو ادخل الكليه، حتى بعد ما شفت اللي هيحصل لي ده كله واللي لسه هيحصل لي هدخل برضو. فاللي عايز اقوله لك ان انت ما تخافش من كليه الطب. لو انت نفسك في طب خش طب عادي من تاني. وبالنسبه بقى لسوق العمل، فانت جاي تتكلم في حاجه، يعني سوق العمل في الطب انت عندك تخصصات كتير جدا جدا، وكل مجال كل تخصص جواه تخصصات، وفي فرص عمل كتير قوي بره مصر كتير جدا. يعني انت اصلا اول ما تخش الكليه هتلاقي الفرص العمل بتعرفها من وانت في سنه اولى، والناس بتبدا تعملها اصلا من سنه اولى وثانيه. الناس بتبدا تحضر اصلا، فانت فرص العمل كتير قوي سواء في مصر او بره مصر. فحته سوق العمل دي ما تقلقش منها خالص، يعني انت داخل حته من اكتر المجالات المطلوبه على مستوى العالم كله. فالحته دي حطها على جنب كده، ما تفكرش فيها اصلا. كل اللي تفكر فيه هل انت قد المسؤوليه اللي هتبقى عليك لما تخش كليه طب، لما تتخرج منها وتبقى حياه عيان تحت ايدك، قد المسؤوليه دي ولا لا؟ بس